عطلان ومش عارف تبدا تشطيب منين، ومتوه نفسك ببنود وحاجات عمال تتفرج عليها، اتفرج على فيديوهات مهندسين، ولا اسمع كلام قريبي، ولا اخش على الجروب اسال. هم 3 خطوات ومش بتخلص ولا هتخلص غير كده. اول مرحله التصميم والتاسيس. في التصميم هنعمل ال2 دي، نعرف منه التعديلات المعماريه وبلان الفرش، هناخده ونطلع ناسس بيه الكهرباء والسباكه وكل الحاجات المدفونه ونمحر المكان ونخلصه. بس في نفس الوقت احنا شغالين على التصميم ال3 دي عشان بياخد وقت. يبقى في اخر المرحله دي مؤسس دنيتك ومخلص قصتك ومعاك التصميم ال3 دي، عارف انت رايح بيه فين. شوطه واحده، دفعه واحده وخلصنا. خد نفسك وراح شويه. وعلى فكره احنا بنشتغل كده كتنفيذ، ولو حتى استشاره ممكن تكلمني. المرحله الثانيه هنقول عليها الارضيات واللصق. نروح نشتري البورسلين، الرخام، ارضياتك، خلص اللصق، نركب البيبان، نركب الشبابيك، دفعه واحده، شوطه واحده، خلصت ونريح. المرحله الثالثه والاخيره هنسميها الفينش الاخير والفرش. هنعمل فيها الديكورات اللي موجوده في ال3 دي، هننور الموقع ونركب سبوتات، هندي الوش الاخير، هنركب الصحي، ننزل بالستاير ونفرش، وتفضل اسكت. دفعه واحده، شوطه واحده وخلصت. يا رب يبقوا فهموا يا رب. يعني ممكن يعملوا لايك، ممكن تعملوا شير، ممكن تكلمونا، منشد صاحبك اللي بالك بيشطب وبتاع، يبقى انت يعني انت استفدت وهو استفاد وده استفاد. ادعوا لي يا رب يبارك لك، يا رب يبارك لك في عيالك، يعني حاجه كده يعني. ماشي، سلام عليكم.